السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة اعمل حاجة حلوة كده بسيطة. يعني هي هترمي معانا عدد كبير، بس الأهم حاجة عندنا ان يكون طعمها حلو وتكون سهلة على الأكل للأطفال. فأنا قلت هعمل لهم شوية جاتوه كده. فجبت بيضتين، كوباية لبن، نص كوباية زيت، كوباية سكر، كوبايتين دقيق، وفانيليا، وكيك شيف او بيكنج باودر اللي موجودة عندك. بس انا افضل الكيك شيف يعني لو انت موجودة في مصر، او اي محسن كيك لو انت في اي دولة تانية. تمام. واللبن اللي هو الحليب، مش الزبادي. تمام. كوباية لبن اللي هي الحليب. هنحط البيضتين وعليهم الفانيليا وكوباية سكر بودرة. لو ما عندكيش سكر بودرة مفيش مشاكل، ممكن تحطي كوباية سكر في المطحنة بتاعة الخلاط وتضربيها، هتبقى معاكي سكر بودرة. تمام. هنحط بقى السكر على البيض على الفانيليا ونضربهم، ونحط عليهم نص كوباية الزيت، وهنحط كوباية الحليب وهنضربها. نضرب كل المكونات السائلة مع بعض. وبعد كده هنحط الدقيق بالتدريج. وعلى فكرة لما نيجي نحط الكيك شيف او البيكنج باودر او المحسن، لما بنحطها على السوائل بتبدأ تشتغل. فاحنا لازم نكون مجهزين الفرن ومجهزين الصينية اللي هنحط فيها قبل ما نحط البيكنج باودر او المحسن. لازم نكون مجهزين كل حاجة بحيث ان احنا اول ما نخلط الكيكة نحطها في الصينية على طول على الفرن، لان بتبدأ في العمل. ولو ما حطيناهاش على طول في الفرن خلاص يعني مفعولها بيروح. فلازم اول ما نحط المحسن او الكيك شيف او البيكنج باودر على المواد السائلة في الكيكة، لازم نكون بسرعة بسرعة نضربها، وبسرعة بسرعة نحطها في الصينية، بسرعة نحطها على الفرن علشان مفعولها ما يروحش مننا. تمام. احنا بس بنضربها، وبعد كده هنحط معلقتين كاكاو. طبعا الكاكاو اختياري، لو انت مش عايزة تحطي كاكاو ممكن تخليها بيضة عادي. بس طالما ما حطيتش كاكاو بتبقى ممكن الكيكة تتقل معانا شوية، فهنحط لها شوية لبن لغاية لما تلاقي القوام بتاع الكيكة بقى معاكي قوام الكيكة العادي اللي هو الماسك نفسه، بس سايل شوية يعني. طبعا احنا محضرين الصينية من قبل ما نعمل الكيكة اصلا، ودهنينها دقيق وزبدة ودقيق. وبعد كده هنفرد العجينة كويس في الصينية. طبعا بعد كده هنحطها في الفرن، يكون الفرن جاهز وسخن يعني. عندنا كوبايتين كريم شانتيه، هنحط عليهم معلقتين كاكاو، وهنحط نص كوباية سكر بودرة معاهم. ده اللي هو كريم الشانتيه اللي هو الخام. لو عندك الكريم الشانتيه اللي هو بالسكر خلاص ما تضيفيش سكر. هنحط كوباية مية متلجة ساقعة جدا، وهنضربهم، وهنخلي الكريمة في التلاجة لغاية لما نخلص الطبقة التالتة. هنحط كوباية لبن، كوباية زيت، كوباية سكر، ومعلقتين كاكاو، وهنقلبهم وهنرفعهم على النار. طبعا هنا الكيكة ممكن تسقيها بقى، بتعملي فنجان قهوة وتسقيه. اول ما بتطلع طبعا لازم نختبرها بالخلة. انا زقيتها بعصير. لو عندك بقى عصير، عندك عايزة تسقيها بتعملي كاكاو وتسقيها، ممكن تعملي قهوة وتسقيها. بتبقى جميلة. كده انا حطيت طبقة الكريم شانتيه اللي انا عملته، وهفردها يعني هظبطها. انا فردتها وخلاص اتظبطت معايا. هسيبها بقى بره التلاجة، مش هحطها في التلاجة. عايزاها تبقى كل طبقة لوحدها، حطيها في التلاجة هتمسك، فهتحطي الطبقة التانية فهتبقى كل طبقة لوحدها. انا بقى عايزة اخلط الطبقتين على بعض، وعايزاهم يندمجوا مع بعض، فانا هسيبها بره التلاجة ساعة. هتبقى سايبة خالص، مش هتبقى ماسكة نفسها خالص. هحط عليها الطبقة التانية، وبعد كده هعملهم بالخلة كده. هيعملوا منظر جميل قوي في الجاتوهية من فوق. هتفضلي تحركي في الخلة رايح جاي كده. مش عايزة اقول لكم بقى الطعم في الاخر بيبقى تحفة صراحة. انا بحبها كده اكتر يعني. انت لو سبتيها في التلاجة ومسكت نفسك وحطيتي الطبقة التالتة وكده تمام. انا بقى سبتها بره وسبت الكريمة تبقى
سايبة خالص وحطيت عليها الطبقة التانية عشان أعمل الشكل ده. الشكل العشوائي ده بيبقى جميل جدًا، تمام. بعد كده هنقطّعها، لو عايزة بقى تزوّقيها تعملي الزواق اللي أنتِ عايزاه، المتوفّر عندِك اعملي، أيًا كان بقى الموجود. أنا بعد أمّا عملتها بالخِلّة قطّعتها، عملت معايا تقريبًا 27 قطعة. هو ده الشكل اللي أنا عايزاه، عايزة شكل عشوائي، فسِبتها كل ده برّه التلاجة، مش حاطاها في التلاجة خالص. لو حطيتيها في التلاجة هتمسك نفسها، تمام. إنما مش هاحطها دلوقتي خالص لغاية لمّا أخلّص اللي أنا عايزة أعمله. أنا عايزة الشكل ده اللي هو زي ورق الشجر كده، عايزة يبقى فيها زي ورق شجر كده. خلاص أنا كده خلّصت الموضوع بتاع الخِلّة ده. هاجيب بقى سكينة وأقطّعها. يعني بُصّي، هي الصينية دي 30 في 40، فهي هتعمل معاكِ 27 قطعة. أنا كده هاقطّعها، بس يكون معاكِ منديل علشان كل أمّا تقطّعي تمسحي السكينة، علشان ما تبهدليش المنظر يعني. هي بالطول بتتقطّع على 3 وبالعرض بتتقطّع إمم، يعني 8 تقريبًا أو 9 قطعات مش فاكرة. بس هي بتعمل 27 قطعة. الصينية دي 30 في 40 زي ما قُلت لكم. هاقطّعها بقى وهابدأ أزيّنها. أنا جِبت اللي هو البونبوني الشوكولاتة ده اللي بيزيّنوا بيه الكيك وجِبت كده قلوب ألوان وفي sprinkles ألوان، رُحت قُلت أزوّق بيهم. وبدأت أزوّق بيهم أهو. هاحط بقى في كل واحدة شوكولاتاية، وهاحط اللي هو الشوكولاتة القلوب الملونة برضه معاهم. هو طبعًا الزواج ده بيبقى حسب اللي موجود عندِك ومتوفر في البيت، أو حسب ذوقِك يعني، حسب إمكانياتِك، فبتزوّقي على الموجود عندِك وشوفي يعني ممكن تاخدي من الكريم شانتيه اللي إحنا عملناه ده بس تحطيه في التلاجة هيمسك نفسه وتزوّقي بيه. ممكن تقطّعي شوكولاتة قطع عشوائية كده وتزوّقي بيها، حسب بقى يعني المتوفر عندِك، تمام. أنا بقى كان أهم حاجة عندي إن أنا أخلّيها فيها ألوان عشان الأطفال يحبوها، فحطيت فيها قلوب الألوان دي وحطيت sprinkles ألوان، لإن أنتم عارفين إن أكتر حاجة الأطفال بيحبوها يعني بتلفت عينيهم إن هُم بيلاقوا ألوان، فالحاجة دي بتعجبهم. فحطيت بقى الألوان دي وحطيت الشوكولاتة برضه، يعني حاولت أخلّيها كده منظرها حلو بالنسبة لطفل. بالطريقة دي ممكن تعمليها بقى لو جالِك ضيوف أو جالِك حد على فجأة. هي ما بتاخدش وقت خالص، يعني أخدت مني تقريبًا ساعة، فما أخدتش وقت يعتبر. وبتعمل معاكِ عدد كبير، يعني مثلًا لو عملتِ صينية 30 في 40 زي دي بتعمل معاكِ 27 قطعة، فعدد يعني محترم. وبترمي معاكِ. طبعًا الذواق بقى والطريقة حسب ما أنتِ عايزاها تبقى عشوائية كده بتعمليها زي ما أنا عملتها، ما تحطيهاش في التلاجة. لو عايزة تعملي كل طبقة لوحدها بتحطيها في التلاجة تمسك نفسها، وبعدين تحطي الطبقة التالتة وهكذا. هي دي الطريقة اللي أنا عجبتني أعملها، فأنا عملتها وعاملاها للبيت عندي لولادي، فما فرقتش معايا بقى إن أنا أزوقها بإيه، فزوقتها بحاجات ملونة عشان يبقى فيها حاجة تشد العين يعني. كده خلاص خلصت. آآ طلعت جميلة ما شاء الله، وعجبتهم جدًا. برضه لو في ضيوف برضه هاعملها لهم. الطعم بتاعها جميل جدًا، طعمها حلو أوي ما شاء الله. والصوص اللي محطوط على الكريمة عامل شغل جامد جدًا على فكرة.
فطعمها حلو قوي قوي قوي. مش قادرة اقول لكم قد ايه. فيا رب يحسن ما بين ايديكم وما بين ايديا. وانا كده خلاص تمام خلصت الصينية، وشوفوا جميلة ازاي. ربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم يا رب جميعا. طبعا يا ريت اللي موصل هنا يصلي على رسول الله ويذكر الله، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك. ويا رب يجعله علما ينتفع به. ادعوا لي يا جماعة، ربنا يوفقنا جميعا. بصوا جميلة ازاي، والله تحفة يعني ما شاء الله. وكده خلاص الفيديو خلص. اشوفكم يا رب على خير في فيديوهات جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.